تشهد الساحة الطبية الجزائرية حدثاً علمياً بارزاً بعد تمكن طبيبتين جزائريتين من تحقيق إنجاز دولي مهم في مجال أبحاث الأمراض النادرة، أحد أكثر التخصصات تعقيداً وحساسية في الطب الحديث. فقد نجح الفريق الطبي الذي تعمل ضمنه الطبيبتان في اكتشاف طفرة جينية نادرة في جين CD19، وهي طفرة لم يسبق تسجيلها في أي قاعدة بيانات طبية عالمية. جاء هذا الاكتشاف بعد متابعة دقيقة لحالات سريرية معقدة داخل المستشفى الجامعي بن مسوس، حيث لاحظ الأطباء إصابة عدد من الأطفال بنقص مناعي حاد ومتكرر دون سبب واضح. وبفضل سلسلة من التحاليل الجزيئية والدراسات المخبرية المتقدمة، تمكنت الطبيبتان من تحديد الخلل الجيني المسؤول عن هذه الحالات، ما أتاح فهماً أعمق لآليات المرض وطرق تطوره. وقد حظي هذا العمل العلمي باهتمام دولي واسع بعد نشر نتائجه في مجلة Frontiers in Immunology المصنفة عالمياً ضمن أبرز الدوريات المتخصصة في علم المناعة. ويعد هذا النشر اعترافاً رسمياً بقيمة البحث الجزائري وبقدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في تطوير المعرفة الطبية على المستوى العالمي. لا يقتصر هذا الإنجاز على قيمته الأكاديمية فحسب، بل يحمل أيضاً أبعاداً عملية مهمة. فالتعرف على هذه الطفرة الجينية يفتح الباب أمام تحسين التشخيص المبكر للأمراض المناعية النادرة، وتطوير بروتوكولات علاجية أكثر دقة قد تحدث فارقاً حقيقياً في حياة المرضى، خصوصاً الأطفال الذين يعانون من التهابات خطيرة ومتكررة. ويؤكد هذا النجاح مرة أخرى الدور المتنامي للمرأة الجزائرية في البحث العلمي وقدرتها على قيادة مشاريع طبية متقدمة رغم التحديات، كما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في مجال البحث الطبي ويعزز حضورها في الساحة العلمية الدولية. إنه إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها الباحثون الجزائريون، ويجسد صورة الجزائر التي تعمل، تبتكر وتساهم في خدمة الإنسانية من خلال العلم والمعرفة.